مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في هذه المواجهة العربية المنتظرة، والتي يحمل من خلالها المنتخب المغربي الآمال العربية من أجل التأهل والوصول إلى الدور القادم ومتابعة المشوار العربي في هذه البطولة الاستثنائية، عندما يلعب ضد المنتخب الكندي وأمامه العديد من الحسابات للتأهل إلى الدور القادم ومواصلة المشوار إلى المرحلة القادمة والوصول بحول الله للمرة الثانية في تاريخ المغرب إلى المرحلة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم، هذه المرة على الأراضي العربية. استثناء ذلك أيضا هنالك تبديل، يأتي كرة بمحاولة أولى لكن أيضا مرت بمحاولة لمصلحة المنتخب المغربي الآن، لكن طالع وجود الفوسي ديفيس في المقدمة، وللثالثة بحول الله في مباراة اليوم، الثالثة بحول الله في هذا اللقاء. ينجح المنتخب المغربي، كرة بمحاولة ملعوبة وبعدت عودت لا 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 يحمل آمال العرب وعلى طريقة الكبار يسجل مبكرا جدا. حكيم يضع الكرة في المرمى ويعلن عن أول أهداف اللقاء للمغرب، بل وللعرب كافة، المغربي يمتطي جواد التألق والإبداع، يمتطي صهوة جواد التقدم ويصل إلى الدور القادم. جديد انتصار مغربي بحول الله للتاريخ، قد يكون حاضرا. تعود الكرة مرة أخرى، المحاولة لمصلحة المنتخب المغربي الآن، ثابتة من مسافة بعيدة، تسديدة تأتي اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصل بركلة ركنية ملعوبة وابعدت من حارس المرمى، لا زالت مستمرة وقائمة، تسديدة تأتي لكن إلى خارج أهداف مقابل هدفين. يومها الكرة بمحاولة الآن وابعدت في التوقيت المناسب إلى لارن واللاعب بيوكانان اللذان يلعبان في الدوري البلجيكي. الكرة بمحاولة خطيرة جدا لكن طالت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى تصل إلى جهة اليسرى، أبعدت من أمام سفيان بوفال ويمر زياش يسدد. كلما تواجدت كندا في المونديال كلما نجحت المغرب في التأهل. وصلت الكرة بعد ذلك إلى هذا حكيم، شوف الاستلام بشكل رائع جدا من حكيم زياش. الاثنين كرة عن طريق زياش إلى داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية تأتي من فيتوريا. هذا الروح، هذا القلب المغربي، وكما كانوا يقولون لعبوا بالروح، لعبوا بالقلب. هذه التيكي تاكا التي اعتدنا عليها من ابناء المغرب ومن اسود الاطلس. نعم ياسين، اسرع ياسين التألق والابداع في مدرجات المونديال، وتظهر بشكل رائع هنا في هذا اللقاء. توصل الان بلجيكا ومشات، كندا، بلجيكا ومشات، كندا، خلصنا من البلجيك والآن على كندا. يوسف النصيري، ينصر دينك يا يوسف، أو من سجل. نعم انصيري. المحاولة عن طريق اويلت لكن ايضا تغطية. يا سلام حلوة الكرة عن طريق القائد في مدرجات المونديال. كرة بمحاولة بخطرة ضاعت فرصة الهدف الثالث من امام سفيان بوفال. محاولة عن طريق لارن، لا زالت خطيرة، عرضية داخل منطقة الجزاء. محاولة تعود من جديد. كندا تمتلك 0 من النقاط قبل مواجهة اليوم، وبالتالي لا آمال للمنتخب الكندي من أجل التأهل. قلنا بلجيكا ومشات، كندا الآن الدور على كندا. ويا ويلك الجاي، من هو القادم
مرحبا. يلعبها اماميه، ضغط كندي، حضور كندي الان. كرة تعود في الجهة اليسرى الان، محاولة عرضية ملعوبة خطيرة. تغير اتجاه الكرة فخدعت ياسين بونو، خدعت ياسين بونو ودخلت إلى الشباك، دخلت إلى الشباك. يجب أن لا نتراجع، يجب أن لا نتخاذل، يجب أن لا نؤمن لنتيجة المباراة. شوف هذه أخطاء واردة. معلش يا شباب، معلش يا شباب. من هذه كوكبي، عودة إلى حارس المرمى ياسين بونو، عودة إلى ياسين بونو، سيطر على كرته بالشكل المطلوب ياسين بونو. ندرك بأن هنالك بعض المنتخبات العربية بحاجة إلى مدربين أجانب. خطأ لمصلحة المنتخب المغربي الآن، محاولة من أجل الوصول إلى المرمى للمنتخب المغربي، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن تغطية عودته. هي مغربية، هي مغربية، هي مغربية، لكن هنالك خطأ، هنالك خطأ، هنالك خطأ. يا الله يا الله، يبدو بأن هنالك تسلل. كرة بمحاولة عن طريق حكيم زياش، عرضية كبيرة جدا، وصلت. يا الله يا الله، انطلاقة من الجهات اليسرى، سقوط في أرضية الملعب، صافرة موجودة وخطأ. الحذر نتمنى بأن يكون قادم وبشكل كبير. خطأ، محاولة لمنتخب كندا داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، مرت من أمام الجميع ومن أمام مهاجم. تصل في الجهات اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة من ألفونسو ديفيز، خطيرة من ألفونسو ديفيز، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الكرة بعد ذلك. الآن مرور بشكل مثالي جدا، لا زالت مستمرة وقائمة، والتدخل صافرة موجودة. وصلت إلى حكيم زياش، حكيم زياش يسقط في أرضية الميدان. سفيان مرابط، سفيان التحام، وبعد ذلك حضور بشكل جيد جدا من سفيان مرابط. سيترك أرضية الملعب أنتوني جاي. 3 تبديلات، دفعة واحدة على مستوى تشكيلة المنتخب الكندي. وهنا الأسماء التي دخلت. كرة لمحاولة لكن طالت على عز الدين وناحي. الآن عن طريق ويلك بعض التراجع، التراخي. يلا يا شباب، يلا يا شباب، من أجل الأمان، من أجل الدور القادم ولتأهل التبديلين القادمين للمنتخب المغربي. أملاح يستعد للنزول، وأبو خلال، أملاح وأبو خلال، فيان بوفال وصابيري هم من يتركون أرضية الملعب الآن. من خلال هذه الكرة تصل في الجهات اليمنى، لا زالت مستمرة وقائمة. صافرة من حكم المباراة، خطأ يأتي لمصلحة المنتخب الكندي بهذه الكرة والمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا أكيد هذا رومين سايس، رومين سايس المنتخب المغربي، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية خطيرة جدا، لا زالت مستمرة وقائمة. هوتشنسون، وقبل ذلك العارضة. اهدى، لو تجاوزت لوصلت الإشارة مباشرة لحكم المباراة، لأن الكرة فيها شريحة. محاولة لمصلحة المنتخب البلجيكي، التصدي هوتشنسون، كرة لمحاولة من عن مرمى ياسين بونو، وكرة يتدخل فيها سفيان في التوقيت المناسب. مرابط، أهم نتائج المغرب بعيدا عن الأداء، زالت مستمرة وقائمة، صافرة موجودة. لا زياش وأوناحي تركوا أرضية الملعب. عبد الرزاق حمد الله والمهاجم الآخر أيضا، أو المدافع عفوا، لاعب بلد الوليد جواد اليامر. محاولة ملعوبة لكن أيضا طالت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. كرة لمنتخب كندا، تعادت في الجانب المقابل، مرتدة، محاولة لا وجود فيها للتسلل، خطيرة لمصلحة المنتخب المغربي من أجل الثالث. العب في اليسار، العب في اليسار، العب في اليسار، العب في اليسار، العب. اللقطة والكرة والمحاولة الماضية كان ممكن من خلالها أن تنتهي الأمور للمباراة التي تلعب في نفس التوقيت. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. سلامات لنصيري، يستمر حتى النهاية. من استطاع هزيمة بلجيكا والوقوف أمام كرواتيا وقهر كندا يستطيع بأن يتجاوز أي منتخب آخر. ياسين بونو سيطر على كرته،
في اللقطة الماضية أمامية، لكن أيضا تغطية دفاعية. هذا الهجوم الكبير، حاول ملعوبة داخل منطقة الجزاء، حاولت تعود إلى ياسين بونو، انتظار الصدارة بحول الله. شوف بروجان يتقدم، كرة ملعوبة لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في الملعب، تعود إلى بروجان، يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدت كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا وصلت سهلة عند حارس، والجماهير في المدرج. مبروك علينا هذه البداية، ما زال صدارة، الثبات في المرمى، لا الله، خلاص للتاريخ، المغرب في صدارة المجموعة إلى الدور القادم وإلى المرحلة القادمة، بطلا للمجموعة السادسة أمام كبار المنتخبات الأوروبية، تصل إلى الدور القادم في صدارة مجموعتها برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل